السلام عليكم خواتاتي. اليوم جيت نشارك معاكم وصفة كعكة رخامية بطريقة بسيطة وتجي طرية وتذوب في الفم. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا. واش نحتاجو فيها؟ عندنا 170 غرام زبدة، عندنا مغرف كبيرة من الزيت، عندنا 200 غرام سكر، عندنا 3 بيضات، عندنا مغرف فانيليا، 250 غرام فرينة، باكي خميرة كيميائية، 5 غرام من الملح، 125 مليلتر حليب، 25 غرام كاكاو باودر، ومن المستحسن يكون نوعية جيدة. بسم الله نبداو التحضير تاعنا. نحكمو الزبدة ونخلطو معاها السكر ونضربوهم مليح بالباطير حتى نتحصلو على قوام كريمي. دوكا نزيدو عليهم البيض بالتدريج، نزيدو الحبة الاولى ونخلطو الحبة الثانية والثالثة حتى نفضو الكمية اللي عندنا. دوكا نزيدو الفرينة تاعنا كاملة بعد ما نكونو غربلناها. ونزيدو المغرف تاع الزيت، ونزيدو لافاني، ونزيدو الملح. والباكي تاع الخميرة كيميائية. دوكا نخلطو الخليط تاعنا كامل بالباطير. بهذا الشكل. دوكا نضيفو عليه الحليب. هنا نحكم نقسم الخليط تاعنا تقريبا نديو الربع منه. ونحطو عليه الكاكاو، ونحطو الكاكاو على الجزء اللي نحيناه. انا هذا هو المول اللي راح نخدم فيه بعد ما نكون دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه. دوكا نحطو جزء من الخليط الابيض وجزء من الخليط اللي بالكاكاو ونكملو هكا حتى نفضو الكميه كامله اللي عندنا. دوكا نحكمو موس ونبداو نشكلو فيه كيما هكا. دوكا نحط الكعكة تاعي تطيب على درجة حرارة 160 درجة لمدة 35-40 دقيقة. وهنا الكعك تاعي بعد ما طاب نقلبوه ونشوفوه كيف خرج. وهذا هو الكعك بعد ما طاب وخرج من الفور. شوفوا ما شاء الله كيف خرج. نقسم الكعك ونشوفوه كيف جا من الداخل.
شاء الله. شوفوا كيفاه جا. في الأخير خواتاتي ما تنساوش تخليوا لي جيم وكومنتير وتشتركوا في قناتي. مع السلامة.